السلام عليكم الاخوان ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا المباشر هذا يعني بخصوص الحلقه ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال غدا ديال عادل الميلودي. فتقدر الحلقه قبيل داك البوندانونس يعجبكم ما يعجبكمش، فحنا يعني اختارنا باش ندير لكم بطريقه فكاهيه ولا بطريقه كتليق بالمقام ديال عادل الميلودي، يعني بحكم هو ماشي واحد الانسان مثقف، بحكم ماشي واحد الانسان قاري يعني اللي غادي نتناقشوا معاه بما هو عقلاني، فاضطرينا ننزلوا المستوى ديالو ونجاوبوه. فشي حقائق الاخوان وحق الله العظيم واسرار غنبوح بها لاول مره. فبزاف ديال الناس سولوني قالوا لي ودي علاش مول الكاسكيطه يعني تعطلتي في الرد على عادل الميلودي. فهذه تقريبا 3 ايام ماشي 3 ايام 4 ايام قبل ما يمشي هو يدوز راس العام في برشلونه اتصل بي هاتفيا وكيطلب، قال لي ودي الله يجازيك بخير اشنو درت لك انا وعلاش غتجاوبني. قلت له ودي راه ما عيرتكش، قلت له ودي انتقدتك انا في واحد البرنامج ديال حق الرد، قلت له ودي بان داك غير فن راقي، هذاك اللي كيقول داك الشيء عادل الميلودي غير فن راقي. انت درتي لايف في 30 دقيقه كتعاير وكتسب والديا، الله ينعل الله يفعل الله يترك. الامر اللي خلاني انا ندير واحد البوندانونس عندي في الصفحه كنعلن به بانني غندير واحد الفيديو على عادل الميلودي. فهو اتصل بيا قال لي ودي اسمح لي وانا غلطت وانا وغنجي عندك نهار الثلاث اللي هو البارح وغنديروا يعني فيديو الناس وغنشرح لهم. قلت ودي صافي الا كان الامور بحال هكا ما كاينش. فكنظن بان عادل الميلودي كان ضرب شي جوان ولا شي كميه من المزيانه طلق علينا ذاك النهار، فاضطرينا حنا ودي قلنا ليه ما وديش كون تختاروا ضيف ديال الحلقه اللي دار الجدل او بين قوسين اللي دار البوت 2016. بحكم هو شاب حماري يعني ما قاريش ما فهمش العنوان اللي باغي نديرو عليه، فانا باغي نعمل مول الكاسكيطه بالباله ايا خوتي ايا حبابنا وكاع ايا الناس ايا ميلود العروبي ايا خويا بطريقه سوقيه عروبيه واحد شويه نادير فيديو كيسبو كيلعن. بطبيعه الحال بحكم انا مول الكاسكيطه الاخوان انا ما كنقدرش نغني حيت ما عنديش مثلا واحد الصوت، وكذلك هو مثال ما عندوش السنطيحه دابا نورمال مول الفيسبوك واليوتيوب كتغني على الميك كتغني على الصنادل تغني على قرقاره في دارك الا تحبساتنا وتغني عليها. داك النهار داخل الطواليت وعامل ايا خوتي معاكم حبابنا كاع انا في الطواليت ايا كاع الناس اللي دخلوا الطواليت وكبوا الماء خويا مول بابي جينيك. هضره سوقيه كتنوض شاب رزقي تقول لي لا تا حق اعتزلتي الغناء حيت ربيتي اللحيه. والله يلعن الوالدين فالجوانات اللي كنتبلي بهم الله يعفو عليك. بقى طالق علينا ودي ابو عادل الميلودي كنت شاب حماري دونك كنت مصنف بين قوسين بانك انسان حمار. فلا بغيتيني نجاوبك ولا شفتوا داك الرد ديال الاخوان قبيله فهو رد على انسان حمار. لو كان انسان واعي يعني ومسؤول وغيتناقش معنا بعقلانيه غتلقاو غندير فيديو ديال نقد بناء. فقبيله فاش شفتوا داك الرد دير نضاضر وكنسطع عليه وواحد حدايا كيهرنط حيت هو شاب حماري. فباش بغيتو نناقش الاخوان واحد حمار، والمشكله والخطير في الامر بانه يقر امام وسائل الاعلام بيقول لهم انا حمار وافتخر. دونك واحد حمار باش بغيتو نناقشوا مخدم مع 7 الناس ايا خويا ايا انا كنشم. وعندي فيديوهات ديال بنتو قسما بالله الاخوان بنتو جات عندي فاش بغا ندير لي اللايف ناكرها 16 عام بنتو اميمه والد مع مرا اخرى وناكرها وبنتو كطلب فيا قبيله كتقول الله يرحمك الوالدين انا بغيت غير عادل الميلودي اللي هو بابا يعترف بيا كطلب. والزوجه ديال عادل الميلودي معيطه لماتت اميمه وكتعيط خسر الهضره. انا بعدا نحشم ننشر لكم مقاطع ديال الفيديو اللي فيهم هادشي. قبيله دير فيديو طاقيه وحالتك حاله وحداك واحد يخرخر في البيره خرق ايا بالباله انا كنضرب في الشيشه ايا حبابنا وكاع. الله يديك يا عادل وانت حماري خليك تا حماريت غني على الصنادل ديال الميكا غني على الزبل غني على قرقاره حبسات غني على القادوس. اما المشاكل ديال المجتمع والفيسبوك كنظن بانه ديال السي عادل الميلودي حنا درناه قبل منك. فخلينا الله يجازيك بخير مع المغاربه حيت كاين فرق كبير ما بين واحد عنده جمهور متبعو حيت كينتقد وكيعالج المشاكل ديال المجتمع المغربي واراء الشارع المغربي، وواحد عم يعلم والو بالباله كلشي ديال الله ما ضايني لا مجال المقارنه. راه فرق ما بين كاين ما بين الحمار وبين الانسان. فهذا اخوان كان واحد يعني
اللايف ولا كان واحد الرد مباشر، ريتما ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نرتقيو الفيديو ولا غادي نشرو غدا لعادل الميدومي العالي الميلودي ولا ما عرفت سميت كاع اللي فيه حقائق صادمه. كنتمنى بان الجمهور ديالو ما يغلطش فيه بزاف، وكنقول لك ودي عادل الميلودي راك سرفتي. يعني الانسان وصل واحد 50 عام وباقي كيلبس سروال ديال الجين مشرق وباقي داير في راسو الضعف ويقول لهم انا كنكمي في الجوانات. فلا كنتي كتكمي الجوانات الله يفولك. فاحنا ماشي صاك هنا كنبيعوا النيبرو، فالطريقه الحيوانيه اللي كتناقش بها المغاربه راهم ذواقه. يعني انا كنتحداك الا كنتي داير في شي مدرسه ديال الغناء، مدرسه ديال فريد الأطراش ولا المدرسه ديال ام كلثوم ولا المدرسه ديال عبد الحليم حفيظ ولا حافظ المقامات، فهذاك الاغاني اللي كتغني انت اي واحد يقدر يغنيهم. واما ضيني سروالي اصلا انت ربع ساعه وانت يعني كتقول شي حوايج ما خدامينش في خاطر هذا في خاطر هذا في خاطر هذا في خاطر هذا. حنا في 2017 ودي ابو عادل الميلودي حنا محتارمينك، خليك ترزق يعني الطرف ديال الخبز في لي بواط وفي العرجات في طريق سماره في البلايص ديال الشيشه. ف هذا كان رد ديال الاخوان، الله يجازيكم بخير. كان معكم الكاسكيط، نتمنى منكم ما طولش عليكم. وبالنسبه للناس اللي متبعين عادل الميلودي فهو المدير خليكم عادل الميلودي، انا ما كنقولش لكم ما تتبعوش، ولكن راه الانسان لا يعفو عليه. هذا ما كان اي واحد نتقبل النقد ديالو ونتقبل الراي ديالو. كان معكم الكاسكيط المباشر عادل الميلودي بالباله، سير الله يعفو عليك.